مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناة أيمن للطبخ والحلويات. اليوم راح نحضروا مع بعض غريبية سورية بمقادير يعني موجودة في كل بيت وسهلة وتحمر الوجه، وتوجد في نص دقيقة، يعني ما تديش وقت، مام في ماكلتها خفيفة وهايلة. نبدأ بالمكونات. عندنا 3 صفار بيض، عندنا مغرف بهذا الحجم فاني، وعندنا مغرف صغيرة بهذا الحجم بيكربونات، عندنا 250 غرام زبدة مارغرين، وعندنا 3 مغارف أكل مملوئين نشا، وعندنا كاس غير ربع، يعني كاس مش مملوء، هنا حسب الذوق. حبيتي تعمري الكاس، تحبي القاطو تاعك يجي حلو، عمري الكاس، ما تحبيش خليكي معك. انا ما نحبش القاطو الحلو، على بها نقص. والفرينه هي اللي راح نلمو بها القاطو تاعنا. يلا بسم الله بركة الله نبداو مع بعض الوصفه. 250 غرام تاعنا نحطوها في الاناء حين نخدمو فيه. نضيفو، نحب نخدم بيدي، ما نحبش نخدم بالماء. نزيدو السكر الناعم، نمزج المكونات كامل مع بعض كما اعتدنا. دائما البدايه نتاع لاباط هذو الصابلي، لاباط اللي يكون فيهم الزبده وسكر، نبداو بهم هما الاولين. هكاك نمزجو المكونات مع بعض بهذه الطريقه، ومن بعد نضيفو الصفار البيض نتاعنا، نزيدو نضيفو الفانيلا، مع مواصلة الخلط. نزيدو نشا مع الخميرة، نبداو نضيفو فيها كالعادة تدريجيا. نضيفو معاها المغرف نتاع البيكربونات ونخلطو. يعني وصفة، يعني قاطو يخرج لك هايل وهشوش وبنين. دايما يعني اللي يذوقوا عندي يعجبه. وزيد هالمكونات تاعو هشوشه، استغفر مكونات تاعو سهله، ما فيش مكونات وما فيش خدمه صعيبه. خدمه نضيفو الفرينه هنا. بقاي عينك ميزانك، بقاي ضيفي وشوفي حتى توصلي للقوام اللي نحوسو عليه، القوام الطري اللي دايما معتادين نخرجوه في الحلويات. واللي عنده ميزان يوزن، اللي يحب الميزان يوزن 400 وتقريبا 480 هكاكا، تقريبا 500 غرام. نخلطو في نفس الوقت، مانيش نعجن، راني نلم فقط بهذه الطريقه. نبدا نكملو نلمو العجينه بهذه الطريقه.
حتى تولي عجينه متماسكه وما تلصقش في اليد. نزيدو شويه برك. بهذه الطريقه. خلاص هنا اكتفينا بالكميه نتاع الفرينه اللي درناها. نحطوها تريح واحد 10 دقائق ونرجعوا نبداو نخدموا فيها. نغلفوها بالغلاف الشفاف. هنا نبداو نخلطوا الحشو نتاعنا. الحشو تاعنا نحتاجو كميه قليله فقط من الكاوكاو، اختياري. اللي تحبي ديري حلوه الترك وحدها ديري حلوه الترك وحدها. نضيفوهم مع بعض ونخلطوا المكونين مليح. هنا نخلطوا الكميين مليح، المكونين نخلطوهم مليح حتى يتجانسوا. هنا نجيبوا ملعقه نتاع طوفيه. الطوفيه راهي تتباع عند محل الحلويات بهذا الشكل، تجي كراميل. واللي تحب تخدمه في الدار تخدمه في الدار، اختياري ثاني. الحشو هنا كيما تحبوا ديروا. ما كانش يعني حشو معين، بصح اللي تجيك بيها بنينه لازم تضيفي الحشو نتاعك حلوه الترك. هي الاساس، الاساس المكون الاساسي في العجينه، في الحشوه. خلاص هنا نجيبوا ليبول. هنا ليبول الحجم اللي تحبوه، حابين حبه كبيره ولا على حسب المول، الدويره تاع المول تاعكم. نهزوا بوله هكا، ليبول صغار، نعملوهم على شكل كره ونبسطوهم هكا في يدك، وتهزي شويه نتاع حشو ونضيفوه في الوسط. نعاودو نسكروا العجينه نتاعنا. سكريها بشكل جيد باش ما تتفتحلكش. معذره عندنا عرس في الجيران. كنت تسمعوا في الزغاريت، ربي ان شاء الله يجعلوا فيها المليح يا ربي. هنا نضيفوا هنايا الليبول تاعنا الداخل ونعبزو مليح. ونجيبو هنا تكون عندنا سربيته نضيفه تخبطي هكا يخرج لك الشكل. نجيبو كيف نزيد معاكم حبه اخرى. نديرو ثقبه ولا نفتحوا العجينه تاعنا. نجيبوا الحشو نضيفوه في الوسط ونغلقوا العجينه على الحشو. لازم تغلقي مليح، يعني ما تخليش الفتوحات، بس تكون طيب راهي تفتح لك في الفرن وما تخليش الحشو يبان. غلقيها بشكل جيد بهذه الطريقه. نعاود نكورها. لازم تتأكدي انها مغلوقة. استعيني هنا بشوية نتاع فرينة. يعني ديري الجهة اللي راح ديريها في المول هكا. صور منها جهة راح ديريها في المول بهذه الطريقة. نعبزو ونخبطو هنا بلا ما تخبطي بياسر، يعني راح طيح. يلا نزيد معاكم حبة أخيرة.
شوفوا كي تولف يدكم على انكم يعني تخدموا مره زوج، دوك تولف على الحجم، دوك يجوكم كامل كيف كيف بلا ميزان. تسكروها يعني الحشو بزاف. راني قلت لكم راهي حلوه تهبل تهبل وبنينه بنينه بنينه، يعني صدقوني كون ديروها ما عدتوش تستغنوا عليها. نكوروها نستعينوا كما خبرتكم قبيله، نستعينوا بالفرينه. احنا نستعينوا بالفرينه يعني غير الوجه اللي راح نحطوه في باش ما تلصقناش بهالطريقه. هذا هو البنات الشكل النهائي بعد ما بردوا. حطيتهم في لكيسات واختياري، حطيتهم في صحن تقديم. هذا هو الشكل تاعهم النهائي. ان شاء الله تجربوه وتنجح لكم الوصفه، وان شاء الله راح نزيد نفيدكم وصفات سهله ومشاريع للنساء. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وكاينه ملاحظه ما قلتهاش قبيله، البيكربونات اللي ما عندهاش في الدار تدير الخميره، يعني للزوج ينجحوا ان شاء الله. بالتوفيق.